اكبر كذبه مريحه انت بتضحك بيها على نفسك كل يوم قبل ما تنام ان انت اذكى واوعى من اللي حواليك، بس الظروف او المثاليه هي اللي معطلك. اللي انت فيه ده انا اسف غرور وجبن، لانك بتسمع بودكاست وتقرا وتخطط بمخك 24 ساعه، بس وقت التنفيذ ما بتعملش اي حاجه. تجميع المعلومات الكتيره دي بيعمل في دماغنا حاجه اسمها الدوبامين هيت، بيديك نشوه كده بيحسسك ان انت انجزت، مع انك على ارض الواقع ما عملتش اي حاجه. انت محلك سر. علميا انت مصاب بحاجه اسمها اناليسيس باراليسيس، شلل المعلومات، مخلوط بشويه نرجسيه. الحقيقه يا صديقي ان انت خايف انك تبدا بجد فتفشل، فالشخصيه الوهميه الجامده قوي اللي انت متخيلها عن نفسك جوه دماغك دي هتنهار، لان على ارض الواقع ما قدرتش تحقق النجاح اللي انت كنت متخيله في بالك. فبتختار ان انت ما تبداش اصلا عشان تحمي غرورك. وللاسف بتشوف ناس اقل منك في الذكاء بكتير بس سابقينك في الحياه بمراحل، عشان هم بيشتغلوا وانت بتتخيل بس. مخك شغال زي الفراري عمال بيبني امبراطوريات في الضلمه. فارجوك لازم تتخلص من المثاليه الفارغه دي، لانها والله ما توصلك لحاجه. هتفضل تقعد على القهوه تحكي لاصحابك في شبابي انا كنت خارب الدنيا، كان ممكن ابقى احسن من ميسي، بس ما رضيتش اخش في مجال الكوره ده عشان خاطر انت عارف في اصابات بتحصل فخفت على صحتي. تفضل تحكي قصص مش حقيقيه وهميه وهتعيش حياه والله انت مش مبسوط بيها. فابدا اشتغل على نفسك حتى لو هتفشل، وباذن الله مره في التانيه ربنا يكرمك وتوصل لكل اللي نفسك فيه. انا كريم حنفي، سلام.